السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا ديال علوي وعواشركم بروكا. وكنشكر الناس بزاف اللي كيسولوا على السبب اللي ما بقاش كنلوح الفيديوهات بزاف. كنشكرهم بزاف وكنشكر كل ما تواصل معايا في الواتساب. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم حلوه ديال العيد، وهي حلوه ديال البوق اللي سهله واقتصاديه. يعني أي واحد ممكن يحضّرها في البيت ديالو. وبالنسبة للمقادير راه ما فيهاش المقادير بزاف، يعني المقادير ديالها بساط وسهلة وسريعة في التحضير ديالها. ما نطوّلش عليكم، نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير ديال حلوة ديال البوق. والمكونات ديالها كتجي مقرمشة وزوينة بزاف. كنتمنى يا ربي أنكم تجربوها. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو هنايا الدقيق الأبيض، وكنحتاجو كاس ديال السكر سنيدة، جوج بيضات، عندنا هنايا جوج أكياس ديال خميرة ديال الحلوى، وكيس ديال فاني ديال 8 غرام. هنايا عندنا رابعة ديال الزبدة مارغرين، وهنايا عندنا جوج كيسان ديال الزيت ونص كاس ديال مايزينا. كناخدو القصعة وكنديرو فيها الزبدة مارغرين، عندنا بدرجة حرارة المطبخ كتجينا سهلة في الخدمة ديالها. هنا كنضيف مع كاس عفوا ديال السكر سنيدة. انا ما كنبغيش الحلوى تكون حلوة بزاف، حيت باقي غنضيفو عليها الشكلاط اسود غنزينو بها. اللي كيبغيها تكون حلوة بزاف ممكن يدير كاس ونص. بالنسبة للسكر السنيدة كيبقى على حسب الذوق ديال الناس اللي كيبغيو على حسب الحلاوة. كنخدم مزيان الزبدة مع السكر سنيدة بهاد الطريقة هادي حتى كتولينا على شكل بوماد كريمية. وكنضيف جوج بيضات. صراحة بالنسبة لهاد الحلوة ديال البوق فهي ساهلة بزاف واقتصادية وبنينة بزاف صراحة. كنتمنى انكم تجربوها. كنضيف جوج بيضات، كنخدمهم بهاد الطريقة هذه كما كتشوفوا في الفيديو. صافي بعد ما خدمتها مزيان كنضيف قبصة الملح باش كتعدل لنا الذوق، وكنضيف كيس ديال فاني. ممكن الناس اللي ما بغاوش يخدموها باليد ديالهم ممكن يديروها في خلاط كهربائي، حتى هي كتجي الخدمه ديالها في مولينكس كتجي الخدمه ديالها ساهله. وكنضيف جوج كيسان ديال الزيت. الناس اللي بغا يخدموها في مولينكس كيديروا المقادير كاملين في الخلاط، وكتجي بطريقه سهله. واللي بغى يخدمها باليد ديالو فهذه هي الطريقه. صافي بعد ما خدمتها مزيان هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. كنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق ما قلتش لكم القياس ديالو، يعني على حسب نوعيه ديال الدقيق. ممكن تهز لينا ما بين 800 حتى ل 900 غرام. وبالنسبه للحلوى ديال البوق فهي ما كتبغيش تكون قاصحه، خاصها تكون خفيفه باش يخرج لينا الشكل ديالها في البوق. ما يمحناش اذا كانت قاصحه فما يخرجش لينا الشكل ديالها مزيان وكتمحنا في الخدمه ديالها. فهي خاصها تكون العجينه ديالها خفيفه. وكنضيف جوج خمارات ديال الحلوى.
وكنضيف الدقيق بشوية بشوية حتى كنحصلوا على عجين يكون خفيفة. وصافي نجمعها بهاد الطريقة هادي. صافي بعد ما جمعت العجينة كناخد الطابع ديال البوق نخلي العجينة تكون خفيفة، وكناخد الطاوة ديال الفران. كما قلت لكم خاص العجينة تكون خفيفة باش تجيكم بطريقة ساهلة في الخدمة ديالها، وباش ما يضركمش البوق في يديكم. الا كانت عجينة قاصحة صراحة كتمحن الخدمة ديالها في اليد، والزواقة ما كتخرجش لكم مزيانة، كتقطع عليكم العجينة. فكنصحكم انكم ديروها تكون خفيفة. وكما كتلاحظوا انا الطاوة كتلعب ليا، من الاحسن ديروا تحت من الطاوة ديروا شي زيف باش يثبت لكم الطاوة، ما يخليهاش تبقى تلعب بكم بهذه الطريقة هذه اللي درت لي انا. صافي تنبقى نستمر بهاد الطريقة هذه. ناخد العجينة وكنوضعها في البوق، وكنضغط عليها مزيان باش كتخرج لينا الحلوى مسنة، يعني واخده الشكل ديال البوق. صافي حتى نبقى نستمر بهذه الطريقه كما قلت لكم حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال العجينه. ندخلها الفران، كنديرها على درجه الحراره 160. كنشعل عليها من الفوق ومن التحت حتى كتحمر لينا. بالنسبه للحلوى ديال البوق فهي كيكون اللون ديالها محمر، يعني تكون مذهبه باش كيجي الشكل ديالها زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى بعد ما طابت لينا. تيبقى لينا المرحله ديال التزيين. بالنسبه لمرحله التزيين كناخد شوكولاط كالا، كنوضعها في كاسرولة، وكندير لها حمام مريم. بعد ما داب لينا الشوكولاط كناخد بلاطو، كنوضع فوق منه بلاستيكه او بلاستيك غذائي. انا خديت غير بلاستيكه عاديه. وصافي كناخد حلوى نوضعها في الشوكولاط من جوج جوايه. هذا الشكل ديالها كتجي زوينه. هذا هو الشكل ديال الحلوى ديال البوق. كنزينها من جوج جوايه بالشوكولا السوداء. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال البوق بعد ما زينتها بالشوكولات. كتجي الشكل ديالها زوين والمذاق ديالها روعه صراحه، وكتجي مقرمشه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوناش من التعليقات ديالكم الزوينين صراحه اللي كيشجعونا ودعموا القناه ديالي. وما تنساوناش من لي جيم والتعاليق، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. وصلنا النهايه ديال الفيديو ديالنا. عواشركم بروكا، والى الفيديو القادم ان شاء الله.